مهندسين استشاريين في المحافظه ومدير الشباب والرياضه النزل، وفعلا قدرناه وكان ليه صالح للاستعمال على الاقل 20 سنه قدام. غرف خلع الملابس بتاعه اللعيبه الضيف والمريخ بان ولا سنتين ما لعبناش في المريخ، كانت فعلا كانت وحشه جدا. قدرنا ان احنا نوضبها توضيب نهائي. المدرجات كانت محتاجه الارضيه الخشب عشان بكراسي خشب عشان الناس تقعد عليها. الغرف جميع الغرف الإين وغرف رئاسه النادي وغرف الاجتماعات والملعب نفسه كمان، يعني انت النهارده شايف الملعب الحمد لله زي الفل. كان محتاج الواحد الملعب لوحده واخد اكتر من 10000 جنيه صيانات. المحافظ عارف النادي هو الوحيد النهارده اللي حط نفسه في مواجهه. النادي المصري ان شاء الله يرجع تاني، ماهوش في الدوري. الرباط والغزل ريحوا العمليه وانسحبوا. بور فؤاد نزلت. المريخ لحد النهارده هو اللي فاتح صدره للمشاكل. المريخ النهارده هو النادي النهارده البورسعيد عقبال ما يرجع نادي المصري. الطلب مننا اكتر من انتظار، حتى في مسؤولين في اتحاد الكوره طلبوا مني الانسحاب. السيد الوزير الرياضه عمرو فاروق ان هو يعني هيبدا في اللي احنا عرفناه من السيد محافظ ان هيبدا في استاد جديد او قريه اولمبيه على مستوى كبير لبورسعيد كلها، تخدم الرياضه كلها. بورسعيد فيها مجمع حمام سباحه، فيها مجمع ملاعب، فيها حاجات كتير تحوي حاجات كتير تخص الرياضه. هتبقى في الكيلو تقريبا 8 او 6 او 8 على الطريق الدائري بين دمياط وبورسعيد على مساحه كبيره جدا من الافدنه، واللي هيقوم بتنفيذها القوات المسلحه، فهيبقى الانجاز سريع شويه ان شاء الله باذن الله. عايزين نفعل كليه التربيه الرياضيه في بور فؤاد ان هي تتفاعل مع الرياضه في بورسعيد، يعني ما تبقاش في معزل وقاصره على فصل دراسي للطلبه بس، وفيها ملاعب على مستوى عالي جدا وفيها حمامات سباحه. لان عايزين ننشر الرياضه من خلال هذه الانشاءات. مواردنا ضعيفه جدا، يعني السيد المحافظ مشكورا بيبعت لنا كل شهر حوالي 40,000 جنيه، يمكن دي الرواتب بس بتاعت الموظفين والعاملين. اما بالنسبه للموارد الاخرى، عندنا مثلا 3 نزل ل3 شركات يا دوب بتغطي جزء من مصاريف اللاعبين بالفريق الاول. ما بنعملش التجديدات المطلوبه فعلا، احنا بنعمل ترميمات على قدر المستطاع من المبالغ اللي موجوده. يعني احنا بنشتغل في ملاليم والمفروض يبقى عندنا ملايين عشان نطور من النادي ونطور من المباني ونطور من اللاعب، لكن احنا بنعتبر بنشتغل في ملاليم. يعني رصيدنا في البنك ما يعديش 150,000 200. اتمنى النهارده سياده المحافظ يبقى في لقاءات رياضيه يوميه باستمرار. عايزين الشباب ده تواجد جوه قلب بورسعيد، مش عايزينه يبعد عننا. عايزين يا ريت هذه الفكره يتبناها كل في مصر، كل محافظات مصر. دورات في اراضي كتيره جدا موجوده في بورسعيد. اتمنى من الساده المسؤولين ان الاراضي دي يتم عمل ملاعب خضراء. ما النهارده بنيجي نبص نلاقي بعض الانديه بتروح تاجر ملاعب، ويمكن انا النهارده بقول لحضرتك يمكن واتمنى رب العالمين يتبناها الجميع. ملعبنا ملعب النادي المصري ده احنا حطت يافطه فقط. اتمنى تكون بدايه وتكون بدايه لبورسعيد. محتاجه ايه؟ بورسعيد محتاجه النادي المصري يرجع لبيته. بورسعيد النهارده كلها على كفه ابيها تتمنى النادي المصري، مش عايزين يافطه تتحط النادي المصري عبر الرياضيه. انا عايز بيتي انا يرجع لي بقرارات سياديه، قرارات من مؤسسه الرئاسه او من القوات المسلحه. اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت ليكم قبل الفاصل اني ضيفي في هذه الفقره واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا